مرة أخرى ناصر الحسيني من واشنطن، أيضا لنستوضح الصورة طبعا في ظل وجود روايتين الآن، ما ينقله الجانب الإيراني وما ينقل أيضا من الجانب الأمريكي. إن كان هناك تفاصيل تضعنا في بشكل أدق ما جرى في الساعات 24 الماضية ناصر. ولكن أبدأ ربما بالتساؤل عبد القادر الذي كنت تطرحه الآن قبل قليل على عمر هواش هناك في طهران، الذي أورد السردية الإيرانية والسردية الأمريكية تختلف لنقل عسكريا بعض الشيء. فيما يخص سؤالك، قصفنا الأمريكيون يقولون إنهم قصفوا، إذا استخدموا سلاح الجو الأمريكي لقصف موقع إيراني لصواريخ أرجو في بندر عباس، يقول الأمريكي بعد أن استهدفت هذه الصواريخ المقاتلات الأمريكية. لو رسمنا الصورة، إذا المقاتلات الأمريكية في الجو بشكل أو بآخر، الإيرانيون أطلقوا النار والرد الأمريكي كان على التو. هذه الأنباء الآن انتشرت في كافة وسائل الإعلام الأمريكية، CNN وفوكس. وما يأتي الآن من السردية الأمريكية الآن أن هناك قاربان تم القضاء عليهما، إيرانيان كانا يحاولان زرع الغام في المياه الإقليمية لإيران، وبالتالي طبقا لقوانين الحصار ولتعليمات البنتاغون والرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يقول هذا حصار من الفولاذ. وبالنسبة للأمريكيين وهذه البيانات التي خرجت الآن للجمهور، فإنه نموذج آخر على تطبيق هذا الحصار بشكل فولاذي، أي أن أي تحرك إيراني بالقوارب أو بحركة صواريخ يمكن للطائرات الأمريكية أن تستكشفه، ممكن للجاهزية الأمريكية في تلك المنطقة أن تكتشف وتتابع وتراقب، وإن تطلب الأمر تحطيم تلك الأهداف. في هذه الحالة يبدو أن هناك حالة استهداف للطيران الجوي الأمريكي، رد عليه، قصف الموقع، ويبدو أن هناك تحركا إيرانيا مقصودا على ما يبدو حسب ما نفهم من لغة المتحدث الأمريكي العسكري من القيادة المركزية، لباخرتين عمدا أو عمدتا إلى وضع ما يعتقد الأمريكيون أنه إذن ألغام بحرية، وبالتالي تم الاستهداف بشكل مباشر. والولايات المتحدة هنا تقول إنها في إطار ضبط النفس وفي إطار عمليات دفاعية فقط. بعبارة أخرى، لم نسعى للمواجهة وإنما الإيرانيون سعوا للمواجهة، وجاء الرد على هذا الشكل. التالي في رسالة واضحة الآن بأن الحصار الحقيقي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب يجب الآن تصديقه، هو بالفعل حصار، وإن اضطرت أمريكا لاستخدام السلاح فستستخدمه، وهذا النموذج وهذا المثال، وسيتكرر إذا ما حاول الإيرانيون محاولة شبيهة بما يصفه الآن الأمريكيون. بالتالي الرسالة الآن من واشنطن هي الجاهزية الأمريكية للقصف إذا تطلب الأمر.